أعزائنا المشاهدين، نتكلم اليوم في محور حلقتنا عن حقوق الأفراد في الدساتير والقوانين المحلية والدولية. أكيد نستقبل وإياكم ضيفنا الحاضر في الاستوديو الأكاديمي والخبير القانوني دكتور جبار كاظم السراي. صباح الخير ورمضان كريم صباح دكتور. صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير دكتور، رمضان كريم إن شاء الله. شاكرين استضافتكم الكريمة في فضائيتكم المميزة حقيقة. شكرا جزيلا. بداية دكتور، كيف يمكن أن نعرف حقوق الأفراد في الدساتير الوطنية؟ هل هناك تباين في وجود هذه الحقوق في الدساتير المختلفة؟ الحقيقة في البدء بالنسبة للحديث عن حقوق الأفراد وحرياتهم في الدساتير الدولية والمحلية حديث متشعب وطويل حقيقة، ولكن يعني احنا نحاول قدر المستطاع أنه نشير إلى إشارة بسيطة قد لا يعني يغطي كل الموضوع، ولكن يعني بما يسمح في وقت البرنامج. أشارت الدساتير المحلية والدولية على حقوق وحريات الأفراد في كثير من الدساتير، خاصة عندنا بالنسبة لنا الدستور العراقي لسنة 2005 وتعديلاته طبعا، ودساتير الدول خاصة دول العالم بصورة عامة يعني، ودساتير اللي أشارت إلى أول في ديباجة كل دستور يشير إلى الحريات والحقوق. يعني دائما دساتير كل الدول تشير إلى حريات الأفراد في هذه الدساتير، كما أشارت يعني إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المواد 18 و19، وتطرقت حقيقة بشكل مسهب إلى حريات وحقوق الأفراد. الحقوق الأفراد حقيقة إذا يعني تكون عديدة، أكو حريات الشخصية وحريات عامة. حرية من ضمنها حرية المسكن، حرية التعبير عن الرأي، حرية الإقامة، حريات عديدة تناولتها الدساتير والمنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية أيضا أشارت إليها. نعم، هل يوجد تباين بين هذه الحقوق في مختلف الدساتير دكتور؟ الحقيقة لا يوجد تباين واسع، يعني الحريات والحقوق تقريبا متشابهة، كذلك حتى الدساتير التي أشارت لهذا الموضوع تقريبا متشابهة أو يعني مقاربة إلى بعضها، لكن بعض الخصوصيات التي يعني تختارها تلك الدول لأفرادها في بعض الأمور، ولكن بصورة عامة الدساتير متشابهة من حيث الحريات والحقوق. نعم. دكتور، ممكن نعرف شنو الأهم بالحقوق في الدستور الوطني؟ الدستور العراقي تقصد؟ الدستور العراقي. الدستور العراقي في المادة يعني المواد الأولى أشارت إلى حرية التعبير عن الرأي وحرية المسكن وحرية المعتقد وحرية التنقل وحرية الجنسية، كما أشار الدستور العراقي إلى ازدواجية الجنسية التي كانت يعني حقيقة في الدستور السابق للدستور المؤقت ودستور 21 أنه لا يحق للمواطن العراقي أخذ أكثر من جنسية، ولكن الدستور العراقي الحديث أشار إلى أنه المتمتع بجنسية ممكن يحتفظ جنسية البلد وجنسية الموطن الأصلي، كذلك يعني أفراده يعني أولاده أو زوجته من حقهم أنه يأخذون جنسية وإن كان زوجته من بلد آخر. نعم دكتور، حدثنا عن كيفية تأثير الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية. الحقيقة بالنسبة للتشريعات الدولية والشرعة الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية اللي من ضمنها إعلان عالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية واتفاقية روما وكثير من الاتفاقيات الدولية اللي نظمت عملية حرية الأشخاص والقوانين التي ممكن أن تؤخذ عن طريق هذه الاتفاقيات وجعلها قوانين أو في دستور تلك البلاد. نعم دكتور، شنو هي أهم المعاهدات الدولية التي تتضمن حقوق الأفراد؟
احنا كما اشرنا بالحديث اول بدء الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنه 1948 يعتبر يعني من الاتفاقيات الدوليه التي اشارت الى حقوق وحريات الافراد، وتوالت فيما بعد في اعلان روما لسنه 1950 والاتفاقيه الاوروبيه كما ذكرنا. كذلك يعني بعض الدول اللي من ضمنها يعني الدول العربية أو واقعنا الشرقي أنشأت منظمات يعني تضم تلك الدول اللي هي الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق وحريات الإنسان أيضا يعني في هذا الصدد. يعني حاولت بعض الدول أن تجد يعني تقدر مثل تقول سوت اتفاقيات فيما بينها على يعني شلون تقول يعني تتقيد تلك الدول بهذه الاتفاقيات، يعني اتفاقيات اقليميه ومحليه نقدر نسميها. نعم دكتور، هل يوجد تعارض بين القوانين الوطنيه مع اتفاقات دوليه وكيف يتم التعامل معها؟ الحقيقه بالنسبه للاتفاقيات الدوليه بالنسبة كل دولة إذا وقعت على اتفاق دولي ملزم يكون لتلك الدولة، وإن لم توقع عليه فهي ما ملزمة بتطبيق تلك الاتفاقيات، وإن كان هناك تعارض بين دستورها ودستور أو اتفاقيات الدولية المتعارف عليها. نعم، يعني لا توجد حالات تتعارض فيها، الدولة اللي توقع على هذه الاتفاقيات تكون ملزمة بتطبيقها. طبعا أي دولة توقع أي اتفاقية دولية مع تلك الدول نعم. تكون ملزمة بتطبيقها، أو ملزمة أنه يكون بالدستور والقوانين الداخلية أن يكون يشار إليها. نعم. أي لا يتعارض مع القوانين الدولية والشرع الدولية. دكتور، ممكن نعرف الحقوق الأفراد في حالة الطوارئ شلون ممكن حمايتها؟ الحقيقة هناك يعني كثير من الحروب التي حدثت خاصة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والحروب التي توالت حروب داخلية وقسم منها حروب تطهير عرقي وإبادة جماعية كثيرة، عوامل كثيرة دخلت في هذا الجانب. الحقيقة المنظمات الدولية تسعى جاهدة والأمم المتحدة للتدخل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول التي يحدث بها نزاعات أو كوارث طبيعية على سبيل المثال. من ضمنها يعني الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة التي لها دور كبير في هذا المجال. أكيد. نعم. دكتورة، هل يحق للأفراد تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ نعم، الحقيقة بالنسبة للأفراد بشكل شخصي لا يحق للأفراد في كافة الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها محكمة الجنائية الدولية أنه لا يحق للأفراد تقديم شكوى مباشرة عن طريق هذه المحاكم، وإنما ترفع عن طريق تلك الدولة، ويجب أن تكون الدولة يعني موقعة على اتفاقية أو مع المحكمة الدولية يعني في سماع شكواهم. ولكن هناك أكو بعض المنظمات ممكن ترفع من خلالها الأشخاص هذه الشكاوي، اللي هي منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية الغير حكومية، ترفع هذه الشكاوى إلى هذه المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد الأفريقي ينظر في هذه الطلبات ويقدمها إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية، ولكن المدعي العام من حقه أنه ينظر بها أو لا ينظر يعني. نعم. هذا اللي موجود. زين دكتور، هو مو ملزم لازم ينظر بهاي المواضيع؟ لا، هو ما عنده إلزام لأنه هو لازم الشكوى اللي تقدم عن طريق هذه المحاكم يجب أن تكون الدولة ترفع هذه الشكوى. يعني الدولة اللي موقع على الاتفاقية في هذه الدولة يجب أن ترفعها عن طريق الدولة، أو هناك نزاع بين دولتين، يعني هناك بعض الأحيان شكاوي تصير من قبل دولتين، يجب أن توافق كل الدولتين على النظر في هذه الدعوة. وطبعا حقيقة أكو كان في المحكمة الجنائية الدولية نظرت في راوندا ويوغوسلافيا السابقة،
صار نزاع وتطهير عرقي بها. فالمحكمة الجنائية الدولية نظرت بالانتهاكات المقدمة لدى هذه المحكمة عن طريق هذه الدول. نعم. دكتور، كيف تؤثر القيم الثقافية والدينية المحلية على حقوق الأفراد في بعض الدساتير؟ الحقيقة هناك يعني دور كبير للأعراف والتقاليد والديانات بالتأثير على سير مجريات الأحداث في تلك الدول، خاصة في الأزمات. يعني دائما الأعراف والتقاليد تؤثر على بعض، على سبيل المثال يعني انتهاكات حقوق الإنسان. يعني الدين، كل الديانات السماوية التي نزلت على الأرض تحرم استرقاق البشر أو انتهاك حقوقه أو قتله أو إلى كافة الانتهاكات. فكل الديانات الإسلامية متفقة على أنه لا يجوز انتهاك حرمة الأشخاص في كافة المستويات. نعم. دكتور، هل يمكن للأنظمة أن تؤثر على الأفراد، وهل يمكن لبعض الدول أن تفرض ضغط عليها؟ الحقيقة الدول، طبعا هناك دول، يعني احنا لا نريد نسبق الحدث، هناك دول استبدادية تمارس ضغوط وتمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك الدول. ولكن بعض الأحيان مثل ما طرقنا أنه المنظمات الدولية في طبيعة الحال يعني الوقت تغير عن ما كان سابقا نتيجة وصول التكنولوجيا والإنترنت والتواصل الاجتماعي بنقل هذه الصورة. واحنا خير مثال على ذلك الأحداث اللي نمر بها في الوقت الحاضر حقيقة، وهي أحداث يعني قديمة جديدة، أحداث غزة وأحداث سوريا. يجب أن أذكر يعني فد مداخلة أنه في عام 2009 الأمين العام للأمم المتحدة زار غزة بعد العدوان الصهيوني على غزة في 2009، ونقل تقرير إلى الأمم المتحدة وطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص بخصوص الإبادة الجماعية. ولكن لحد الآن لم يستدعى أي شخص قام بهذه الانتهاكات ولم يحاسب. وعلى سبيل المثال نفس الحديث اللي صار في غزة الأحداث الأخيرة، الحقيقة لأنه هناك هذه الدول تمارس ضغوط، الدول الخمسة دائمة العضوية تستعمل حق النقض الفيتو بإسقاط أي قرار يصدر تجاه يعني حلفائها أو دولها. وهذه فد يعني مثلبة تعتبر على القانون الدولي في مراعاته وازدواجيته في الكيل في مكيالين ببعض الدول وخاصة الدول النامية. نعم. هاي دكتور يراد لها حلقات أكيد يعني حقيقة يعني الموضوع كلش حريات الأشخاص في عالمنا الواسع يحتاج لكل موضوع، يحتاج ل يعني حلقة أو حلقات يتناول الموضوع بشكل مفصل وتفصيلي، ويتناول كل المواضيع حتى يغطي بشكل كامل، والمتلقي أيضا يكون عنده فكرة عامة عنه. أكيد. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. جدا سعداء بوجود حضرتك، وحديث جدا مشوق. إن شاء الله تكون لنا حلقات ثانية ويكمل الحديث. شكرا جزيلا للاستضافة وشاكرين أكيد. وكان يعني صح المحور يمكن الوقت داهمنا الوقت أكيد داهمنا ومحدودين به، بس إن شاء الله راح تصير لقاءات جاية هواية ويا حضرتك. شكرا لك.